اخواني صلوا على محمد وآل محمد. اخواننا الزوار، نحب نعطيكم نبذة او لمحة عن سفرتكم مع الحج ابو زينب. هي سفرة سياحية دينية تتضمن بداية لزيارة ابن ادم هابيل، اللي هو اول قطرة دم تنزف بالبشرية ظلما وعدوانا على يد اخاها قابيل على سفح هذا الجبل اللي على يمينكم، اسمه جبل قاسيون، بمكان اسمه مغارة الدم. يقال انه قابيل الاكبر قتل اخاه ظلما وعدوانا على سفح جبل قاسيون، وحمل نادما من مغارة الدم الى جبل لبنان الشرقي على مسافة ما يقارب 40 كيلومتر، وهو على اكتاف اخاه محتار فيه. يقال انه ظل محتار فيه لمدة 40 يوم، حتى الله سبحانه وتعالى بعث له غراب، حمل غرابين تعاركا، واحد قتل الثاني، وعلى شاكلة الغراب دفن اخاه تحت التراب. اخواني الزوار، بداية راح نراويكم هذا الضريح العملاق المظلوم، وراح نراويكم الشجرة اللي وقف عليها القراب، اللي تعتبر هي من اقدم اشجار العالم، اسمها شجرة الامنيات عند كل الديانات السماوية من يهود واسلام ونصارى. يقال انه هذا المكان اللي قتل فيه ابن ادم هابيل المظلوم زار ابا الانبياء ابراهيم الخليل، وزار نبي الله عيسى ونبي الله ايوب. ويقال انه هذا الجبل سمي بجبل قاسيون لقساوة قلب قابيل على اخاه هابيل. وسميت هذه المدينة دمشق العاصمة السورية، اللي تعد هي من اقدم مدن العالم مأهولة على شاكلة مقتل ابن ادم هابيل، اسمها دمشق. تنشقت الى دمشق. هذه المدينة القديمة لها سور والها 7 ابواب. انتم زرتم السيدة رقية وما حولها، تعتبر من دمشق القديمة. اما ابواب مدينة دمشق هي الباب الشرقي، باب السلام، باب الفراديس، باب السلام، باب المصلى، باب توما، باب الساعات اللي وقفهم عليه اهل البيت، وسمي لاجل وقفة اهل البيت بباب الساعات حاليا اسمه باب كيسان. اما ان شاء الله من بعد زيارة ابن ادم هابيل راح نتوجه الى مدينة سياحية اسمها مدينة الزبداني، تقع على الحدود السورية اللبنانية، تفصل بينها وبين لبنان جبل اسمه جبل لبنان الشرقي. هذه المدينة يا الله. زيارة مقبولة يمه. الله يبارك العين.